يا هلا مرحبتين، هلا فيك اخوي الربع علي. يا هلا حبيبي. طبعا ما اقدر اقول لك تسالني سؤال على كم الزوج يختلف اخوي. يعني ما اجاوبك على اي زوج. كل طير ويختلف مواصفاته اشياءه. طبعا يعتمد على حجمه، يعتمد على مستواه. هذه ناثيه. طبعا هذا القسم طيور للبيع. افتح الباب تشوفهم. في طيور من 3 شهور وصاعد فوق، لسنة أو سنتين أو سنة ونص، ما أعرف، على حسب الطير. في فروخ وفي صغار. هذه فرخ صغير، وهذه بعد فرخ صغير، وفي هذه تقريبا يمكن سنة، وهذا يمكن سنة ونص، هذا يمكن سنة ونص أو سنة، هذا توه صغير، هذا كبير سنة ونص أو سنتين. اعتمد على أي طير أو أي زوج. في طيور تختلف. هذا فرخ صغير. عليكم السلام. هلا أخوي علي. وهذا فرخ صغير بعد، أو فرخة، أو إذا ما خاب ظني. هذا فحل منتج من ضمن الطيور للبيع يا شباب. طيور مستويات قوية، وماخذ مراكز ترى في معرض البحرين. هذا ماخذ مركز الأول أو الثاني في السبنجل، أعتقد الثاني طبعا. وهذا بعد جرين. وهذه لاتينو، طيارة صغيرة، أعتقد 2023 أتوقع. ما شاء الله بند علينا الليت. وفي حبات بعدها صغيرة. هذا فرخ لحين ما بين. هذا توه مستوي يعني حق تركيب، يمكن يحتاج شهر أو أسبوعين 3. هاي فرخ صغير لكن عرضه ما شاء الله ممتاز، يبين راح يصير شيء زين. هذا بعد فرخ صغير، هذا توه. والله المشكلة ان انا مش متفرغ يعني وايد حق الطيور، عندي اشغال كثيرة، ف سمحوني الاخوان اللي يبون اصور، فانا قاعد ما اقدر احط في اللايف وارفعهم. طبعا الشباب يشوفونهم اللي يحتاج شيء. طبعا هذا كلير بادي، فرخ صغير، 4 شهور 3 شهور الله اعلم. وهذا بعد كلير بادي، جولدن جراي سكاي بلو. طبعا طيور بعضها توب طيور عالمية، مستوى عالمي يعني درجة أولى، وفي أقل منهم بشوي. أنواع وأشكال، كل شيء موجود. نوادر طيور كلير بادي موجودة، اللاتينو موجود، الموف موجود. هذه حبة موف. هذه نافية ما شاء الله عليها ممتازة. هذا بالنسبة حق الانجليش يا شباب. الانجليش موجودين كميات يا شباب. انا يسمحون الاخوان اللي يبون، وايد مشكلة الواحد يبي بالضبط صورة على جهة، وصورة على الظهر، وصورة الام وصورة الابو، فمن كذي ما عندي وقت صراحة. انا يعني ما عندي مشكلة الواحد يبي يشوف الساس، يبي يشوف الطير، لكنه يسمح لي شوي هالايام مضغوط. اللي يشوف الطير كهوة قدامه. يعني اكثر من طيور، من
مجموعة طيور. لو طير طيرين بقى اصور يعني حتى لجيل الخامس او العاشر ما عنده مشكلة. شنو اهالي؟ هذا فرخ صغير شباب، شوفوا شلون هذا بيظهر توب. هذه من الطيور اللي حق مسابقات، فرخ صغير توه قاعد، مستوى جدا جدا عالمي. طبعا كل ما تأخر هني عادي ينشال ويروح الجهة الثانية اللي هو مو للبيع. فمدام هو موجود هني، حين حاليا هذا اي طير هني موجود للبيع. الطيور معظمها منتجة ومعظمها فروخ. هذه قسم الانجليش. طبعا في عندي قسم بعد الطيور بعد للبيع، قسم للتركيبات الرينبو. طبعا الطيور هذه معظمها الفحول تكون ان شاء الله يعني سبلت اوبلاين سبلت كلير وينج. يعني هذا حين لأنه طالع من تركيبات أكثر من 7 سنوات 10 سنوات، مو متذكر صراحة، تعبت وأنا أقول كم من سنة، كلها تركيبات أوبلاين مع كلير وين أو حبة يعني هاي. فاحتمال كبير إن يكون السبلتات موجودين. هذا بعد حبة سبلت، بتكون سبلت كلير وينج سبلت أوبلاين، ما شاء الله حبة عالمية انجليش طير. هذا بعد البايلوت، وهذا اللي هني بعد اتوقع في حبتين عندي، في واحدة ناتية وواحدة فحل. طبعا هذا تشوفونهم كلهم تركيبات للرينبو يا شباب، تركيبات عالمية صراحة. الجولدن مالها خشن. طبعا في كم من حبة بس عندي للبيع اللي واضحين يعني ككلير وينج. هذه حبة واحدة هني، وفي هذه حبة هني كاهما فوقين بعض. طبعا هذه حبة يا شباب بس للتشجيع، حبة طلعت الثاني في معرض البحرين. طبعا اخذتها الاول الكلير وينج، وهذه الحبة اخذتها اللي اخذت المركز الثاني، بعد موجودة من ضمن الطيور للبيع. اللي يحتاج يا شباب يقول لي. في فروخ صغار، اللي حضر معرض البحرين شافها، هذه خذت المركز الثاني. اوكي بس كان وقت نوم نبيها تعدل. وهذه كلهم فروخ يا شباب، كلهم فروخ صغار، في بعضهم توني اسبوع شايلهم، تشوفونهم تحت، لان دخلتهم المعرض فاضطريت ان اشيل الفروخ قبل اوانهم. فالله يستر يعني ان شاء الله يواصلون بروحهم، لأن أهاليهم دخلتهم في المعرض. هذه حبة ما شاء الله. هذه خاص لشباب تركيبات الرينبو، اللي حاب حق الرينبو هذه هما. هذه فحل طبعا بيكون سبلت اوبلاين سبلت كلير وينج. ما في شيء ضمان شباب، أنا أعطيكم احتمالات. أوكي الاحتمالات، لأن التركيبة تقول كذي، يا أنه هو حامل يا أنه هو مش حامل. احتمال يكون حامل شيئين، يمكن حامل شيء واحد، واحتمال يكون عادي الطير، ولكن احنا نقول ان شاء الله في خير، لان التركيبات من فترة وانا اركب فيهم يعني كلها حبة وحبة. يعني مثلا نفس اللي هني تشوفون الحين، هذه حبة كلير وينج وحبة اوبلاين، حبة اوبلاين وحبة كلير وينج. اوكي حبة اوبلاين وحبة كلير وينج، كلها نفس الحركات هذه تشوفونها، اوبلاين كلير وينج، كلهم لطيور لتركيبات الرينبو. طبعا هذه هي اختها اللي اخذت افضل ناتية انجليش في معرض البحرين، واختها الثانية معروضة اللي اخذت المركز الثاني. طبعا هذه الطيور الرينبو هم نفسهم اخوانهم طبعا اللي تشوفونهم هاي الموجودين عندي نفس الشيء، بس كل مربي ياخذ اللي يحتاجه ويطلع اللي ما يحتاجه. فانا اخذت الطيور اللي تشوفونهم هاي حبات الرينبو، اخوانهم نفس الشيء. بعض الطيور خذيتهم احتاج لهم، يعني احتاج حق فحل او بلان هذا، واحتاج حق كذا، نفسي حق تركيب، حق اكمل التركيب اللي عندي. ما يصير ان انا اخلي لي طيور ما لهم تركيبات.
هذه حبة رينبو هذه. بسم الله. طبعا حتى الانجليش الموجودين بعد نفس الشيء، بعد في حبات خذناهم وفي حبات حطيناهم للبيع، خذينا كفايتنا. في طيور مفروض ما ظهرها، ولكن ما عندي حيز، ما عندي مكان. شوفوا يا جماعة، هذا مستوى خرافي. هذا اللي يقول لي انا بطيور توب، يعني انا عرضتهم الشباب وقت ما يكونوا موجودين طيور يختفون ما ادري ليش، وبعدين انا ابيعهم يطلعون مره ثانيه. ففضيتهم لان كان عندي معرض طيور، معرض اللي صار، فهاي فرصه ان انا اطلع الطيور اللي ما احتاجها. ففي طيور شباب قويه جدا، يعني طيور مستواها خرافي. انا لو عندي مكان ما اظهرهم، مشكله مكان ما في، لان الانجليش صار عندي تقريبا الفائض في الانجليش، لان عندي موجودين مخلي لي 30 زوج، والرينبو بعد 30 زوج احتياط. ومثل ما تعرفون انا ربي الحين رينبو داشين علي في المحاكر، تقريبا الحين بيوصلون لنص رينبو ونص انجليش. فالانجليش اللي كان قبل اخليهم كميات كبيره، الحين صار عندي في المطير كثير، فما اقدر اخلي اكثر، ضاربون يعني يصير مشاكل. فهاي فرصة، طيور صغار متوسطة كبار منتجة، فمستويات خيالية ومستويات متوسطة. فالشباب اللي يعني كلموني كل شيء موجود. طبعا رسالة لهم اوجهها، اللي كلموني شباب، خاصة الشباب اللي كلموني، فالحين موجود، وانا تعبت وانا اقول موجود. فاذا صار نصيب، ترى انا عادة يجي واحد ويشيلهم كلهم، يعني تقريبا 90% بيعة الطيور عندي من شخص واحد، هي من طبعا اخواننا من السعودية والله من الامارات، او من مكان العراق، دول ثانية في بعضهم وصلنا لهم، فياخذهم كلهم ككمية. فبعدين يبتدون يتصلون فيني على طول، من احط اعلان تم البيع يبتدون يتصلون فيني، ما ادري ليش، سبحان الله. هذه لاحظتها بشكل فظيع، تحط طيور يختفون، تبيعهم يطلعون. فيعني شباب اللي يبي طيور موجودة، تركيبات للرينبو انجليش. طبعا انا الحين عرضت على الانستغرام اخواني، لان كثرتهم يقولون لي ان ارجع على الانستغرام، فالحين احط لكم بث على الانستغرام، فاللي يحتاج يكلمني. بس يا شباب يكون يعني صراحة انا بكون ناس جادة وتعرف اسعار الطيور، يعني تعب ان انا اصور، والله انا اتابع، واخر شيء يعني اسعار خرافية يعطوني صراحة. يعني انا اشتري بطيور باسعار خيالية ويعطيني سعر يعني حتى ما يعطيني مجال ان انا يعني حتى اكمل يعني، ويسمح لي يعني اللي وهو يعرف، والله ان انا عارف اني يعرفون، ولكن شو اسوي يعني. فشباب اللي جاد وحاب اني يحصل مستويات قوية، طيور من ابطال، طيور مستويات خيالية موجودة. طبعا هذه مش للبيع، عشان بس لان فيها فلانك وايد، انا ما حاب احط طيور، لكن انا اقدر اتصرف فيها واحط لها طيور ترتب هاي الشيء. المرة الثانية يا شباب، او الثالثة والرابعة والخامسة، هذا ما في طيور موجودة، كلهم فروخ صغار، وفي بعضهم كبار، وفي متوسطين. اللي يقول لي انا ابي فروخ صغار موجود، اللي يقول لي ابي متوسط موجود، واللي يبي كبار موجود، اللي يبي جراي موجود، واللي يبي جراي جرين لايت جرين كل شيء موجود، واللي يبي كلير بادي بعد هم موجود، واللي يبي لاتينا بعد حبتين موجودة. وقلنا بعد الرينبو، تركيبات الرينبو يا شباب، في حبتين كلير وينج، او 3 أو 4 ما ادري كم. طبعا
يسكر الضوء على الطيور. فإن شاء الله إذا في لقاء ثاني أو بث راح نكون معاكم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا.